ان المفروض رئيس النادي الترجي هو اللي بتشتم، ما كنتش انا اللي بلعب. رائد الرجاء يروح شاتمين رئيس النادي الزمالك. هو انت عايز تشتم وخلاص؟ ولا ليكوا قيمه ولا ليكوا لازمه، مش عندنا، عند الملايين من جماهير الزمالك. وعارف نقاط بيضاء لجان تقبض، دول بتوع لبيب ودول عباس ودول زفت الطين ودول هباب، ولا ليكوا قيمه ولا ليكوا لازمه، والناس عماله تتفرج. يقول لك ايه، هو ليه ما اشتكاش كهربا عشان ما يلعبش الماتش؟ يعني انت متصور احنا لو قدمنا شكوى لجنه الانضباط في اليوم دون هتمنعهم من اللعب؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ طيب هو انت متصور ان كهربا لما لعب تألق؟ لا، ده اتغير. هو كهربا لما اتغير مش الجون جه؟ يبقى ايه دوره؟ لا احنا عايزين نشتم. ما انتوا عارفين ان لساني طويل، قلت قبل كده مش عاجبه يشرب من الخراره. مش عايزين قله ادب. وبعدين مش كل حاجه، مش كل ما يعرف يقال. لا ده مش هيتسحب من السوبر، مش هيعتذر، اعتذرنا. لا انا مش هقدم شكوى لفيفا، قدمنا. طب ليه ما قدمش؟ لا انا مش شغال عندك خالص. ده مجلس اداره منتخب محترم ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب في اللي انت مش فاهمه. ومش هفسر اكتر من كده. انت فاهم احنا بنعمل كده ليه وما عملش كده ليه؟ انت فاهم؟ لا انا عايز اقل ادبي، لكن جمهور الزمالك العظيم بيرد على الحال دي. بيرد دلوقتي، انا شايف بيرد عليهم. لا الوقت المناسب هنقدم عشان نوقف كهرباء في الوقت اللي يناسب مجلس الإدارة اللي موجود. وهات لي أي مركب في الدنيا، أي مركب بيسوقها اتنين أو طيارة بيسوقها اتنين بتقع، بتغرق. ما بالك بقى هنفترض ان نادي الزمالك ده سفينة ماشية حوالي 20,000 عايزين يسوقوا. طب ما نروح يمين، لا نروح شمال، لا نرجع ورا، لا قدام، هتغرق تاني، هتغرق. فأنا سعيد بالجماهير المحترمة اللي بترد على العيال دي. ولا وصاية على مجلس الإدارة إلا ضميرنا وربنا سبحانه وتعالى وأعضاء جمعية العمومية. دورنا نسعد الجماهير، بس مش دوري إن 20 عيل أو 30 أو 40 أو 50 عيل هيقودوا النادي. ده مش دورنا. نرجع بقى لسبب المؤتمر النهارده، هو نادي 6 أكتوبر. بس قبل ما نتكلم عن نادي 6 أكتوبر، أنا رجعت لقيت عشان تضم الابن فوق السن أو الزوج أو الزوجة تعمل فصل، أو الست اللي اتطلقت، كان 30,000. أنا عملتها على مسؤوليتي 6,000. وكان قبل ما أمشي كانت التوابع الأب والأم والزوجة عشان تجدد بتدفع 350 جنيه، البهوات عملوها 1000 جنيه. فأنا خليت دي 6,000 ودي 350. تقول لي وأنت صفتك إيه عليك؟ ما احنا مش هنسيب أي عيل يقل أدبه في أي حتة. مجلس الإدارة بالإجماع خد قرار مرتضى منصور رئيس اللجنة العليا للعضويات والاشتراكات وله كافة صلاحيات مجلس الإدارة دون الرجوع للمجلس. الله. عشان يبقى إجراءاتنا سليمة. تاني، مرتضى منصور رئيس اللجنة العليا للاشتراكات والعضويات ومفوض من ده قرار مجلس إدارة وراح للسيد وزير المديرية، ومفوض من المجلس باتخاذ جميع القرارات دون الرجوع للمجلس. احنا بنعمل خدمة للناس، احنا بنيسر للناس. ورئيس اللجنة العليا للرياضة في النادي تعاقد اللعيبة ده بيتعاقد مع ده وبيتعاقد مع ده وبيتعاقد مع ده، مفوض.
مش انت بتتكلم عن اللوائح والقوانين؟ اهو مجلس الاداره المحترم فوضني، ورئيس اللجنه العليا للتعيينات. انت هتجننوا كده. مش انت مش عاجبك رئيس نادي؟ اديني جاتك 10 رؤساء نادي في بعض. كل ده عشان الناس. لان انا لما قعدت الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله في البيت، كلكم شفتوا النادي كان ازاي. انا رجعت الخميس، النادي النهارده فيه 70,000 80,000. هو ده نادي الزمالك. احنا ما يهمناش الكلاب اللي بتهوهو، هوهو زي ما انت عايز. واحد مجنون مقدم شكوى بيقول لك ازاي بياخد اشتراكات قبل الميعاد. يا ابني ما هو 6 شهر 6 ده كله، بس انا بدل ما ادفع 30,000 بدفع 6. انا حاسس بظروف الناس. البلد في ظروف اقتصاديه صعبه. تاني، في ظروف اقتصاديه صعبه. ولما رجعت كان اول هم الناس تقبض عشان يعملوا خدماتكم، يخدموكم، العمال والامن. كان اخر ميعاد النهارده بالسعر اللي انا عملته. ناس كتير بيكلمني وطبعا مبادره انت بتوفر 24,000 جنيه في الطلعه الواحده. هنمد لغايه يوم الثلاث الجاي ان شاء الله. هنمد المهله دي لغايه يوم الثلاث ان شاء الله، اللي هو السعر 6000 و350 للتوابع قدامك لغايه يوم الثلاث باذن الله. اتمنى استفيد منها. وبعدين انا بيني وبين نفسي كده قلت هم يعملوا لي اكتر ما عملوه. حبست حبست، تجميد اتجمدت، حلت حليت، عزلت عزلت. خلاص فاضل اروح قلعه محمد علي، دي اللي فاضل، وقابل هناك المماليك. هو ده اللي فاضل. هتعملوا ايه فيا اكتر ما عملتوا؟ اسد. قدامكم لغايه يوم الثلاث ان شاء الله. قرر مجلس الاداره عقد جمعيه عموميه يوم 11/8 يوم الجمعه، عشان كل يبقى سامع وعارف. جمعيه عموميه غير عاديه، وجمعيه عموميه عاديه، وجمعيه عموميه انتخابات. الجمعيه العموميه العاديه الميزانيه. البيل اللي بيقول لك يكسب بيقول لك سايب ميزانيه. انا بقعد اضحك. صدقت نفسك يالا بمطلع اصفر يالا؟ مش عارف فيها افرك يالا. طب ما انا هي فيها وافر. كنت بتشحت ليه فلوس في القناه؟ اتبرع وخليت عيل بنكله. قال لك انا بتبرع ناس الزمالك ب 50 جنيه. ده انت فضحتنا. ده لم نص مليار ما بناش طوبه. وكل العقود اللي عملها حتى سيف، مش هو اللي جاب سيف الجزيري؟ قعدوا غلط، انا اللي صلحته النهارده. عمل عقد غلط، وشفت عقد زيزو وعقد اوباما وده مش عارف حصل، وكل شروط جزائيه ونروح. انت بتتكلم في ايه؟ والضرايب باعتين جواب ايامك انت 197 مليون جنيه ضرايب. ده